السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. معاكم دينا من قناة منوعاتي انا واخواتي. النهارده هعمل لكم فيديو بسيط كده وصغير على انواع البطاطس دي. دلوقتي اختي قالت لكم على انواع البطاطس الحمراء والبطاطس البيضاء والبطاطس نقطة حمراء. دلوقتي انا هعمل لكل واحدة فيهم، هقليها وهشوف انهي واحدة اللي هي تنفع شيبسي، انهي واحدة اللي تنفع طبيخ، وانهي واحدة اللي هي نص نص. ماشي، هقشرها وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا بنات. دي البطاطس اللي انا قشرتها، انا عملت واحده بس عشان اجربها. دي اللي هي بتاعت الحمرا دي، ودي اهي، ودي اهي. هقطعها وهوريها لكم وهي بتتقلي واحده بواحده وهتطلع عامله ازاي معانا. استنوني. ورجعت لكم تاني يا بنات. دلوقتي انا عملتها شيبسي معاكم دلوقتي، ومعانا دلوقتي طاسه على النار. الزيت بتاعها دلوقتي سخن. احط معاكم البطاطس دي. البطاطس اول بطاطس معانا اللي هي البطاطس الحمراء، احطها معاكم كده عشان تتقلي. هقلي البطاطس وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا بنات. دلوقتي انا قليت كل واحده اهي، تمام. دي بصوا سمكها عامل ازاي. دي بطاطس شيبسي يعني. بصوا، شيبسي دي جميله جدا للقلي والبطاطس شيبسي للعيال وكده. بصوا دي شيبسي. دي اللي هي دي اللي هي البيضه، تمام. بصوا دي نص بس يا مروان. دي نص يا جماعه. اما دي يا جماعه اللي هي نقطه حمراء، بصراحه مش ما حبيتهاش ان هي شيبسي، يعني تنفع طبيخ، لان هي بتقرمش، بس اللي هي لا بتتحرق بسرعه قوي وهي مش حلوه. بس يا جماعه ده يكون فيديو بتاعنا، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب للقناه وصلوا على النبي وبس كده يا جماعه. قولوا رايكم في الفيديو ايه. باي باي.